لكن الكرة تصطدم في القائم الايسر لعبد الله الدوسري. هنا تعود خلص اخيرا من خارج وتعود ونواف يسجل. نواف العابد جاءت الكرة المرتدة ايضا البديل يسجل في مرمى النصر في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني. الضغط وياتي هدف للهلال ونواف العابد يسدد مباشرة في المرمى. هدف هلالي اول. هذه عادة التمريرة الى كريستيان والهمسن لعب الكرة العرضية خلصت من خالد الغامدي وعلى الطاير ياخذها نواف. عادة من الاصابة والعود احمد والكرة على يمين عبد الله العنزي. هدف اول لصالح الهلال بعد كرة رأسية. كانت شكل الكرة الرأسية كانت من سعد الحارثي. الكرة الرأسية حتى كانت من سعد الحارثي اللي اصطدمت بالقائم، لكن كرة ليس عليها ايضا اي حسرة من نجوم الهلال، لان هذه الرقصة وهذه الحركات الاكروباتية